السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول خطوات هامة يجب أن يتبعها السوريين في تركيا. والخبر الثاني رسائل تصل السوريين من مفوضية الهجرة. والخبر الثالث لصوص يسرقون سيارة مواطن تركي. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. المديرية العامة للبي تي تي أطلقت رابط للتأكد من استحقاق مبلغ المساعدة 1100 ليرة تركية المقدمة من الأمم المتحدة للسوريين. وفي حال ظهرت لك المساعدة ما عليك سوى إظهار الجدول للموظف بشكل فوري من هاتفك على موقع أي دولات. ولدينا في الخبر الثاني رسائل تصل السوريين من مفوضية اللاجئين. تلقى العديد من السوريين رسائل نصية تبلغهم بقبول طلبهم للهجرة لدى مكاتب مفوضية اللاجئين المنتشرة في الولايات التركية، وقد حددت للبعض منهم موعدا لإجراء المقابلة الأولى. وقالت ياسمين وهي سورية مقيمة في هاتاي: قمت بالتسجيل قبل 5 أشهر تقريبا في مكتب مفوضية اللاجئين، وقبل أيام تلقيت اتصالا من المفوضية يبلغني بمراجعة مكتبهم وإحضار جميع الوثائق في 25 من الشهر الجاري استعدادا للمقابلة الأولى. ولدينا في الخبر الثالث لصوص يسرقون سيارة مواطن تركي. بحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات فإن مواطن تركي نزل من منزله إلى موقف السيارات في منطقة نامق كمال لنقل ابنته إلى المستشفى في ساعات المساء، ولم يشاهد سيارته في مكانها. وعلم أن المواطن التركي اشترى سيارته قبل 15 يوما، وحسب ما قال أن المعرض أعطاه مفتاحا واحدا فقط. وذكر خلال مراقبة تسجيلات الكاميرا تم مشاهدة السارق وهو يفتح السيارة بالمفتاح الثاني، وغادر المشهد بسهولة شديدة وقال: أنا مندهش من سرقة سيارتي أمام عيني. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.